السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين مشروع تربية الأرانب وكل متابعينا وكل متابعين أعلاف كنز الفلاح. مع أعلاف كنز الفلاح مش هتقدر تغمض عينيك. تحياتي لكل متابعينا داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم في يوم جديد، في لقاء جديد، في حب جديد، في أمل جديد، في شركاء النجاح. اهلا وسهلا بكل متابعينا في جميع انحاء الجمهوريه داخل مصر وخارج مصر. شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على ثقتكم فينا. واحنا طبعا يعني من غير الناس ما حدش يسوى حاجه يا شباب من غير الناس اللي حواليه. اسمع ما تتوهش، النهارده انا محضر لكم مفاجاه. ابو شهد ما يعرفش انا ايه الحلقه يعني جايه ازاي، بس انا والله الحلقه دي ما تجهز لها خالص. والله ما جهزنا حلقه سؤال وجواب. والله يا جماعه والله ما انت اللي اعرف هتجاوب. هو هيقول ايه. انت اللي هتجاوب. تمام. مستعد للاسئله تمام. قدام المتابعه اهو. احنا مش هنقوله بقى بس مباشر، لا احنا هنقوله لايف. النهارده ان شاء الله حلقتنا سؤال وجواب تخص مشروع تربيه الارنب لكل اخواتنا وكل محبين الارانب. اول حاجه كده، عند الام ما بتنكتش بعد الولاده، ما بتنتفش شعر للولاده قبل او بعد. لان السؤال ان في ام بتنكت بعد الولاده وفي ام ما بتنكتش خلاص وما عندهاش فكره. الجواب اول حاجه يا شباب، في امهات بتنكت من بعد 15 يوم من التلقيح، من بعد 15 يوم. لا احساسها بالحمل يعني تقعد تنكت 15 يوم. وفي ام يا ابو يوسف بتنكت وما بتبقاش عشر نهائي، بتبقى فوتت ولد. دي تاني مره، دي حاجه تاني حاجه للنكت. تمام. في ام بتنكت يعني مثلا النكتان عشان اخواتنا برضه اللي هو الريش. ان هي بتجيب ريش تدي طاقه، بتدفي الارانب عيالها. سبحان الله رب العالمين، سبحان الله في خلقه جعل كل ام بتدفي عيالها بطريقه معينه. تمام. فدي ام الارنب تدفئه عيالها الطريقه الصحيحه اللي هي شايفاها من وجهه نظرها، اللي هي نكتان الشعر دي. في امهات بتنكت كتير جدا وفي امهات بتنكت بسيط جدا. تمام. الام ساعات لما بتبقى تعبانه قبل الولاده يا ابو يوسف ما بتنكتش ريش. وانا لاحظتها في عده ارانب عندي. تمام. بس مش يعني نفس الام دي بتبقى الولد اللي فات نكته وعامله الدنيا، والولد دي بتبقى تعبانه، عدد الخلفات فيها كتير، حاجه فيها نفسيتها مش حلوه. الارنب نفسيه، الارنب نفسيه وجميع الحيوانات نفسيه. تمام. اللي مربي حمام هيفهم كلامي واللي مربي بطه هيفهم كلامي. السؤال رقم 2. اتفضل. عشان تجاوب كده اخدك على السخانه توهك كده. تمام. ارنبه عندي كان فيها عفن جامد وفوجئت ان انا جاي اديه ايفوماك سواء المستورد او الاردني او اي حاجه. اكتشفت ان هي عش مش هينفع اديها ايفوماك. بعد الولاده مباشره تاخد ايفوماك. بعد الولاده مش بعد الولاده مباشره. انت لو اديت ارنب ايفوماك بعد الولاده مباشره هتقلل نسبه اللبن فيها. هيأثر نسبه اللبن. لو طالما احنا عايزين نحافظ على اللبن هنديها مضاد حيوي اول يوم، جنتاميسين مثلا او اوكسيد تتراسايكلين 20%. تمام. وهنصبر يوم وبعد كده نديها ايفوماك. طب هنعالجها ازاي من الجرب؟ هندهن نيومينج يا شباب، هندهن مرهم نيومينج موضعي اللي هو بتدهن مع الجرب دي. مرهم. المرهم هيعمل ايه؟ اول حاجه هيقتل البكتيريا اللي بره وهيخلي الارنبه تخش على الولاده تبقى مستحمله. تمام. لان ممكن تاكل ولادها. ممكن تاكل ولادها من كتر الالم والتعب، لان الجرب دي عزك الله بيقطع في جسمك. تمام. السؤال رقم 3 عشان الاسئله تبقى سريعه كده. طبعا احنا ما بنديش السؤال حقه قوي، ما بنديش حقه ايه عشان نفيده بس حلقه سؤال وجواب كده. عايز يزنقني بس انا عايز يزنقني بس مش عارف هو يعني ايه. انا نفسي ينجح في سؤال. السؤال المهم والخطير، ارنبه بترضع عيالها والارانب الصغيره حصل عندها اسهالات رغم الام ما عندهاش اسهالات. بيبقى عندها حاجه اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ذكرني. دي حاجه شكل التهاب الرحم بس مش التهاب رحم. تمام. ثانيه كده. تمام. بتبقى حاجه عند الام ما تحسش بيها، بس الارنب الصغير هو اللي بيموت ويسهل، يتنفخ كده ويسهل وبيموت. تمام. مش فاكرها ليه والله يا شباب، بس انا عامل عنها حلقه. تمام. كده يعني جربنا نزنقوها. السؤال رقم 4. بنعالجها ازاي الحاله ديت؟ بنعالجها ببانستريد وبنعالجها باوكسيد تتراسايكلين 20%. ده الام. واللي في ناس هيكتبوا لنا في التعليقات دلوقتي اسم المرض ده ايه؟ لان انا نسيت. تمام. هو شكل التهاب الرحم بس مش التهاب رحم. تمام. ما احنا برضه تسمم قولوني. انا كنت عايز ازنقك بس انت خدت. السؤال رقم 4. انا فطمت الارانب بتاعتي العلف جيد
الرضاعه جيده وفطمت الارانب بتاعتي، حصل اسهالات عند الارانب بعد الفطام. اسهالات بعد الفطام بتيجي من 3 أو 4 حاجات. اول حاجه فيها العلف. اول حاجه فيها العلف. تمام. تاني حاجه السموم اللي في الميه. تمام. السموم اللي في الميه ممكن تعمل علف، يعني مثلا يا ابو يوسف، تمام. واحد بيحط فيتامينات او اي ادويه وبترسب فبتعمل سموم. طيب في نقطه مهمه، هو ممكن والارنبي مع اولادها قبل الفطام كان باكل كميه علف بسيطه، اصبح ان هو ما عندوش خبره، فطم الارانب وفكر ان هو ما يفطم الارانب عايز الارانب تزيد فراح كبس العلافات علف، زي كان واحد بيقول لي انا ما بحش العلف خالص من قدام الارانب. تمام. فدي برضه مشكله كبيره. السؤال رقم 4 انا عايز اتوهك برضه. 4 يا 5. على فكره يا شباب انا والله ما بعرف احفظ. تمام. يعني هو لو ما حفظنا هقول ايه والله ما بعرف احفظ، وانت عارفين كلك عارفين الكلام ده. السؤال رقم 5 عايزين ناخده فكره بسيطه كده عن يعني كميه اصناف الارانب. ايه عدلنا كده بسرعه. انواع الارانب. عندنا هجيب لكم احسن انواع ارانب في مصر من فوق لتحت. تمام. احسن ارنب في مصر جربته عندي في المزرعه وهوريه لكم. مناعه، انا عايز مناعه ورضاع وخصوبه وتحويل. الفئران الاسباني نمره 1 عندي. الواناته بتكون ايه؟ ابيض خالص، وانا عامل عليه فيديوهات يا شباب، لو عايزين اكتبوا الفئران الاسباني وانتوا شوفوه بعينكم. تمام. ابيض خالص، بوزه رفيع ودانه كبيره، في منه لونين 2 بس، ابيض خالص طبعا عينه حمراء ودانه هنا رصاصي. في فرق، في حاجه كمان، في ارنب عينه بيضه وفي كل المواصفات ديت. هتعرفوا بقى من الولاده ازاي. لو لقحت ارنب فلاي الاسباني مع ذكر فلاي الاسباني يطلعوا لك نفس اللون ونفس الشكل. لو طلعت اي الوان يبقى ده هجين يا ابو يوسف. تمام. النوع الثاني الاسكندريه جاي بين الارنب الجبلي بتاع الجبل. لا بص انا عايز اعرف اصناف ومش عايز ادخل في تفاصيل. طيب الارنب الاسكندريه هو احسن ارنب في مصر بعد الفيلان الاسباني. النوع الثالث الريكس الالماني والبابيو، نفس الكفاءه ونفس الرضاعه ونفس التحويل. بعد كده بتخش على الارنب الشنشيلا مشهور جدا، بس هو يا شباب انتاجيته ضعيفه ومناعته ضعيفه. انتاجيته هو واخد سمعه، الاسم كان منه غريب شنشيلا وبتاع، الناس كلها بتدي كفاءه عنه ان هو قوي جدا. لا، هو في المرتبه ال5 معانا في المزرعه. بعد كده عندنا الارنب السنامي ده هجين برضه. بعد كده عندنا الارنب الدوتش. انا عن نفسي ما بحبش الارنب الدوتش يا شباب، ما بحبهوش، ما بينجحش معايا. تمام. دوت تجرير على السريع كده. تمام. برضه بناخد شورت كتير. السؤال رقم 7. ماشي. صح الفطام على كام يوم؟ بعض الناس متهيألها ان الارنبه ولدت يلا تيك افطم على طول، لقح الموضوع، مفكر ان هو مكسب وخلاص. هقول لك ليه واقول لك عشان يستفاد. اول حاجه يا شباب انا بفطم عندي على 35 يوم. اللي اتفطمت على 35 يوم تلقح على بعد 10 ايام. بعد 10 ايام بلقح بعد 10 ايام. باجي بعد 35 يوم بفطم، بسيب الام 5 ايام تريح. تمام. 5 ايام تريح. تبقى الام ريحت كام يوم؟ ريحت 5 ايام. 5 ايام بين الولدين وبعض. تمام. ماشي. طيب تمام. ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ الارنب يا يوسف بيبقى ما شاء الله عندنا كيلو. تمام. الارنب بتبقى معدته من جوه استوت تستحمل العلف. ما يحصلش جدار المعده ده قوي. العلفه ديت فيها حاجه عشان جدار المعده بتاع الارنب، جدار المعده بتاعه يبقى تخين، ما يحصلش اسهالات، ما يحصلش كوكسيديا كوليستيريديا. الارنب اللي بيسلسل في ظهره ده، العلفه ديت فيها اسرار كتير جدا يا شباب. ربنا يجعلنا عند حسن ظن. عشان مشروع الارنب بتاعي يكون ناجح بعد 15 يوم او 10 ايام من ولاده الارنبي المفترض اغذي الارانب الصغيره بعلافات في روح الام. لا انا ما بغذيش بعلافات. انا عندي حاجه خطيره جدا يا يوسف عاملها عندي. انا عندي الام والذكر والنتاي كله بياكل مع بعضه، وعندي الخزان الميه بحط فيه الف دال ه سيلينيوم املاح. دولت يا شباب اكن الارنب بتاعي بيرضع لحد ما يتباع، اكن امه لسه بترضعه، حتى بعد ما فطمته هناك برضه كأنه بيرضع. الهي سيلينيوم والالف دال والاملاح يحتبر فيهم لبن الام ورفع مناعه، وبيخلي الارنب يعني الارنب لما ياكل في روح امه علف مش هي في مشكله. انت كلامك صح لو انت حطيت له طبق صغير ياكل فيه عشان بس في هنا مشكله ثاني. ممكن ارنب اخوه يشخ في العلاف، يعمل سموم فطريه وانتفاخات وسهالات ونخش في مشاكل ثانيه. طب لو انا هحافظ واحط علافه الارنب لو هتحافظ ومش هيعرف يشخ فيها ويبقى 10 على 10 يبقى انت خليته يبقى كده كان وسندت في لحلبن الام. وبعدين انا عندي مزرعه برضه مع احترام لك يا ابو، عندي مزرعه مثلا 100 ام ولا 200 ام ولا 500 ام، مش هعرف احط في ريحه. مظبوط. وهتبقى وساخه. انا بتكلم برضه على اللي مربي ارنبه ارنبتين 3 كده بوكستين بتاع ماشي. تمام.
بعد كده في مشروع تربيه الارانب، عشان ندوا لاخواتنا فكره سريعه، اوعى تفرح بالام اللي بتولد ياما، واوعى تفرح بالام اللي بتولد عدد بسيط جدا. انت كده يا يوسف هيقتني بتقول لنا لا تفرحوا بدي ولا تفرحوا بدي. معدل الام اللي هتغطي تكلفتي في الولاده كام؟ احلى ارنبه عندي اللي بتجيب 9. اللي بتجيب 9. احلى ارنبه عندي 8 9، اعلى انتاج واعلى تحويل. طب امتى نستبعدوا الام في عدد الولاده البسيط اللي يكون عددها كام؟ نستبعدوها. بص انا اقول لك بلاشها خالص. انا عندي مزرعه كبيره، ما فيش عندي ام مالهاش لازمه. تمام. الام اللي والده 3 عندي بجيب عندي ام والده 13 باخد لها 5 تبقى عندها 8. هنا بقى موضوع التبني ودي انجح فكره. والله ده حصلت معايا امبارح لسه. شوفوا تاريخ الحلقه هينزع امتى، وده حصلت معايا امبارح وهصورها لكم والله ساعه ما اروح ان شاء الله. انا مصورها فيديو وهدمشها لكم. ارنبه ولدت 3 واهملتهم، وارنبه ولدت 5 ودفتهم ونكتت لهم و100 100. ايه الحل دلوقتي؟ الارنبه اللي والده 3 كده اهو بابيو وزنها بسم الله ما شاء الله يخش في 3 كيلو ونص. في 3 كيلو ونص. اعمل ايه دلوقتي؟ اسيب الثلاثه؟ انا عارف ان الارنبه مهمله وهتسيب ال3 ارانب يموتوا، بس انا مش قادر احكم عليها لان دي اول ولد لسه. ايه دلوقتي الحل؟ الحل ان انا رحت خدت ال3 ارانب حطيتهم تحت اللي هم مع ال5 ولقح دي، وجيت ملقح الارنبه دي تاني يوم على طول. بس ما لقحتهاش الا لما خدت المضاد الحيوي. وحط 100 خط تحت الحته دي عشان ما يحصلهاش التهابات رحم وما تنجلش عدوى التهابات الرحم للذكر والذكر ينجل للارانب الثانيه. نجاح مزرعه الارانب بيحصل في الاحلاء ولا بيحصل في الامهات؟ نجاح مشروع الارانب في 3 حاجات او 4 حاجات ما فيش فيهم انفصال ابدا. اول حاجه سلاله الارنب اللي انت تشتغل بيه. ثاني حاجه نوع العلف اللي انت تشتغل بيه. تمام. نوع العلف اللي انت تشتغل بيه، نوع العلف اللي انت في ناس بتصفي اقسم بالله بسبب العلف وما يعرفوا ان العلف فيه مشكله، لان هو بياخد من واحد عنده مزرعه او بياخد، هو بيقول لك هو مش عارف هو بيخسر ليه. تكلفه عاليه ومفيش انتاج يكفي يغطي التكلفه. ثالث حاجه يا شباب درجه حراره المزرعه سواء صيف سواء شتاء. الارنب ملوش دعوه الدنيا بره بتشتي، هو ملوش دعوه تماما. الارنب الدنيا نار بره ملوش دعوه تماما. هو عايز درجه حراره ابو يوسف من 23 ل 28. تمام. زاد كده درجتين مفيش اشكال. في واحد بيقول الارنب يستحمل 14، هيستحمل 14 ماشي، بس مفيش خصوبه، مفيش تحويل، مفيش رضاعه. الارنب هو عايش بس. تمام. عشان نبقى واضحين، عشان ما نحرجوش الحلقه كلها ونطلعوا المعلومات اللي عندنا ونقعدوا نزمروا بعد كده من الاخر كده. من الاخر كده، لان مشروع تربيه الارانب من المشاريع المربحه جدا، وصدمه ليا لما بلاقي الناس بتصفي. اول حاجه العلف مش مظبوط. تاني حاجه عشان ما تقولوش ده محملين على العلف، الخبره. مع احترامي لكم برضو الخبره. انا ممكن اعالج عندي مرض واعالجه في يومين او في 3 واحد يعالجه في شهر واشوف النتائج بتاعته، وممكن واحد يا استاذ ابراهيم يعالجه في شهر وما يوصلش النتيجه، وفي الشهر دي تكون حصلت عنده عمليه نافق. هقول لكم عليها في الحلقه الجايه عشان لو قلت لكم عليها ما حدش هيسمعنا بعد كده. احنا عايزينكم معانا واحنا معاكم، لان بيكم ومن غيركم احنا مش هنوصلوا، فمعاكم هنوصلوا ونوصلوا معلوماتنا لكل حبايبنا المهتمين بمشروع تربيه الارنب. ورجاء اكتبوا لنا في التعليقات عشان نحسوا ان احنا لنا قيمه وشأن عندكم. اكتب لنا الاسئله في التعليقات واحنا هنجاوبكم، وشوفوا وجربوا. ان شاء الله باذن الله احنا بنرد على الناس كلها ان شاء الله. طبعا في حاجه عاوز اقول عليها للناس كلها يا شباب. انا كنت امبارح او اول امبارح بعمل بث مباشر، فالبث المباشر يا يوسف قعدت دقيقه كده فما فيش حد. تمام. قلت جايز هو خاص ولا جايز هو ايه ماشي. فاول ما الناس دخلت فعلا يا شباب، الناس اللي بتوع قنوات اليوتيوب من غير المشاهدين او من غير الناس والله ما يساوي. طبعا ما فيش قناه في مصر، والله ما يساوي. ما فيش قناه في مصر من غير المتابع يكون لها اي قيمه خالص. واللي يقول غير كده واللي يقول ده قناتي وقناتي يبقى بيضحك على نفسه. يعني من الاخر كده من غيركم احنا مش هيبقى لنا اي قيمه. والانسان اللي الناس بتهمله وما بيبقالوش قيمه لا في اسئله ولا في تعليقات ولا في مشاهده، بحس ان هو انسان عنصري متحيد من الناس كلها. يعني احنا من غيركم ولا حاجه. من الاخر كده كملوا الفيديو للنهايه ووصل الفيديو لغيرك وحط لايك حلو وتابعونا، هتكسبوا ان شاء الله. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.